كنضحك حيت من قبيله وانا كندير المقدمه، عرفتو بكثره ما غبرت عليكم ما بقيتش عارفه كيفاش نديرها، ولكن دابا حلفت غنخليها بحال هكا تجي عفويه كيف ما بغات تكون، غادي نحطها بحال هكا صافي باش تقبلوا عليا كيف ما انا غتشوفوا الفرحه في عينيا، حيتاش اول مره غنبارطاجي معكم واحد الفيديو اللي كيعني لي بزاف في حياتي واللي غير لي بزاف في حياتي. زعما هادشي اللي غنبارطاجي معكم عنده واحد التغيير كبير في حياتي تغيرات، المهم بزاف ديال الحاجات اللي غنبارطاجيهم معكم اليوم، وفرحانه بزاف حيت غنبارطاجي معكم هادشي، لحقاش هاد الفيديو هذا ماشي بحال كاع الفيديوهات. هاد الفيديو هذا مغير بزاف على كاع الفيديوهات اللي فاتوا، شي حاجه اللي بزاف ملي تشوفوني مغمضين عرفوني فرحانه بزاف. ولكن كيف ما قلت لكم قبيله هذا الفيديو هذا مبدل على كاع الفيديوهات اللي فاتوا ماشي. المهم اول حاجه غتقولوا لي هي فاطمه الزهراء ديال من نهار التعارف وعقد القران، هادشي كامل غتعرفوه، كلشي غتعرفوه في هذا الفيديو هذا. واول حاجه غنبدا بها هي الفرحه ديالي انا. غتقولوا لي زعما علاش الذهب وهذا الشيء هذا، زعما حتى غتكونوا قريتوا العنوان وكلشي تقولي زعما علاش راجلك شارك هذا الشيء. وهذا ما كانش غير هذا الشيء دابا اللي كتشوفوا في الفيديو، كانوا بزاف ديال المفاجآت بواحد المناسبه اللي مش غنقول لكم. ربي كبير الحمد لله، اللي مش شحال هادي وانا كنتسناها، اللي مش شحال هادي وحنا كنقولوا نتسناوها بجوج، فالحمد لله ربي كبير. وقريب غتعرفوا كل شيء غتعرفوه، ما بغيتش نحرق لكم المراحل حيت هذا الفيديو فيه بزاف ديال الاحداث، ما بغيتش نحرق لكم المراحل، كل شيء غتعرفوه ان شاء الله. وكانت بدايه جديده لحياتي، ما نقولوا بدايه جديده بصح بدايه جديده وفرحه كبيره. راه كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، هذا الفيديو هذا مغير على بزاف على كاع الفيديوهات اللي فاتوا، حيت في هذا النهار هذا بالضبط اللي انا كنصور لكم فيه هاد الهدايا وهذا الشيء هو فين كان احلى نهار في حياتي، لحقاش ما كاينش هذا الشيء هذا، كاين بزاف ديال الحاجات ما بغيتش نحرق لكم المراحل، وغتعرفوا حتى الخبر شنو هو وكل شيء غتعرفوه. ما بغيتش ندير لكم كل شيء نزعلكم لكم في هذا الفيديو هذا، بغيت نخلي كل حاجه بحلاوتها. والحاجه الثانيه اللي هي نهار التعارف والعقد القران كان ديال اختي. نهار التعارف راه عرفتوا فوقاش، راه شحال هادي باش كان التعارف ديالها، راه دابا تقريبا عام باش كان التعارف ديالها، وكنت ديما كنقولها اليوم غدا نبارطاجي معكم ديك الفرحه ديال اختي وداك الشيء، ولكن ما كتبش. وداروا سميتو داروا نهار ديال التعارف وما كنتش غنشاركوا معكم دابا، ونهار ديال العقد. المهم ما بغيتش نحرق لكم المراحل، ولكن بغيت نقول لكم كل شيء. علاش؟ حيت كتبقاو تسالوا في لي كومونتير وداك الشيء، ما كنبغيش نخلي زعما نقول شي حاجه في العنوان وما تفهموهاش، فهمتوني؟ فكنبغي داك الشيء كامل اللي قلتو في العنوان تفهموني وتعرفوني، تعرفوا كاع داك الشيء زعما اللي انا قلت تشوفوه في الفيديو، فهمتوني؟ صافي. المهم هنا غنبارطاجي معكم نهار ديال التعارف، شنو درنا، شنو طيبنا، كيفاش داز داك النهار. المهم هذاك الشيء راه تقدر تحطوا لكم كامل اختي، لحقاش انا هذا الشيء هذا بغيت نبارطاجيه معكم، وداك الشيء حيت انا كنبارطاجي معكم اي حاجه زعما كاينه في العائله ولا شي فرحه في العائله ولا هذا، كنبغي نبارطاجيها معكم الصراحه، وكنكون فرحانه بزاف. فالمهم هنايا كان نهار ديال التعارف ديال اختي، فصراحه جا داك الشيء ماشي جا على غفله. ولكن انا ما كنتش عارفه. اختي فاش كان الناس جايين انا ما كنتش هنايا، كنت مسافره وداك الشيء، وعاد عيطوا ليا قالوا لي راه غيجيو الناس نهار فلان فلاني وداك الشيء، وعاد جيت وعاد عرفتو كان داك الشيء مدروك وكان داك الشيء هذا، وانا ضروري كان خاصني نحضر باش نحضر معها في داك النهار ديالها وداك الشيء. فالمهم هنا ماما كانت كطيب الدجاج، ماما ديما الاختصاص ديالها طيب الدجاج. طيب الدجاج واللحم. درنا شنو درنا في التعارف وداك الشيء، درنا الدجاج ودرنا اللحم ودرنا الديسير وصافي وخلاص. دوك لي سواغي وداك التخربيق ملي كيكون في الاول راكم عارفين داك الشيء اللي كيكون زعما راكم، المهم نتوما راه كتعرفوا كل شيء. وخلاص الدجاج واللحم ديالنا والديسير حنا معروفين زعما المغاربه ديالنا كاملين كيديروها هكايا، وكاين اللي عاوتاني كيختلف، المهم كل واحد والذوق ديالو. فصافي هنا ماما دارت الدجاج، المهم الطريقه ديال ماما ديال الدجاج ديما كنشاركها معكم، فما بغيتش عاد نبقى نشرح لكم الطريقه ديال الدجاج وما نهضرش معكم وما نقولش لكم شي حاجه اللي انا ضروري خصني نقولها
نوريها لكم. فالمهم البنات راكم شفتوا الطريقه ديال ماما في الدجاج وكل شيء، بغيت ندير معكم التفاصيل. هنا كنطاب العشاء ديالنا، وعرفتوا انا كنت معلومه من قبل بوقت طويل، عرفتوا كنت غندير ليها شي حاجه اللي زوينه 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 بزاف. نتوما كتعرفوني انني انا فاش كيجيو عندنا الضياف ولا شنو ما كان عندنا في الدار، كيعجبني ندير شي حاجه سبيسيال، كيعجبني ندير شي حاجه واعره، شي حاجه زوينه، شي حاجه في الشكل تعجبك، وتا هادشي جا زوين ما شاء الله تبارك الله. ولكن نتوما كتعرفوني انا ديما هادشي وكيعجبني هادشي ويعجبني نطيب انا وهذا، ولكن ماشي مشكل، راه انا اللي جاني داكشي على غفله ماشي الناس. غتقولوا لي علاش انت اختها وداكشي وما قالوش لك وهذا. فانا كنت مسافره وصراحه غفلوني، والله غفلوني واحد الغفله اللي انا ما فهمت فيها والو، ولكن ماشي مشكل. انا ما عنديش مشكل كاع في هذا الشيء هذا. المهم هو يدوز كلشي على خير وهي تكون فرحانه وداك الشيء، هذه هي اهم حاجه عندي. هنا صافي كنحطوا الدجاج موراه اللحم الديسير وموراها قراو الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكن بخير امين يا رب. المهم داز داك النهار زوين والله يكمل عليها بالخير، واخا وقعوا مشاكل من بعد وهذا الله يدير الخير. المهم اختي اللي تقدر تعاود لكم، انا ما عندي دخل في داك الشيء. المهم ما علينا، مازال الفيديوهات بزاف 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 اللي واعرين واعرين واعرين. وغنحط لكم كلشي في التفاصيل كلشي. المهم كلشي غتشوفوه معايا في الفيديوهات الجايين، ما نحرقش لكم المراحل، خصني نسكت باش ما نحرقش لكم المراحل. المهم هنايا واحد البنيته كانت قالت لي انايا راه شفت عندك الدجاج في واحد الفيديو، هذا الفيديو هذا راه ديال الدجاج كنت بارطاجيته معكم في واحد الفيديو. المهم المتتبعين ديالي راه يكونوا شافوه داك الشيء، وكانت قالت لي عاوديه عافاك وشرحي لي بالديتاي لحقاش عجبني بزاف الدجاج وعجبني الشكل ديالو وبغيت نجربه، ولكن ما فهمتش الطريقه مزيان حيت ما شرحتش مزيان. انا راه خصك تقبلي ليا حيت ما كنعرفش نشرح مزيان. المهم اختي انا غنشرح لك وكنتمنى ديريه ويعجبك، ولكن انا متاكده غيحمقك ماشي غيعجبك. المهم هنايا درت جوج ربطات تقريبا ولا 3 ديال المعدنوس. حنا تقريبا عندي 8 ديال الكوكلي ولا 6، ما بقيتش عاقله بالضبط. المهم انت راكي شفتي كلشي صافي. درت جوج قبطات ولا المهم على حسب الدجاج اللي عندك، قطعتهم مزيان ديال المعدنوس بوحدو مع شي شويه ديال القزبر، من الاحسن يكون المعدنوس غالب مزيان. صافي درت معها العطريه كيف ما كتشوفي، ديك العطريه كامله، السكينجبير، البزار، الخرقوم، الثومه محكوكه، الحامض مصير مقطع، الدويمه. المهم العطريه كامله اللي شفتي هنايا درتها. درت معهم الزيت هنا كانت عندي مخلطه بين الروميه والبلديه، بين زيت العود والزيت العاديه النباتيه اللي كنطيبوا بها. صافي خويتها حتى هي على داك الخليط. صافي زدت عليهم الزيتون والسمن. السمن راه ما كيجيش باين بالنسبه لي، ما كيعجبوش السمن، راه كيجي واعر، ما كيجيش كاع باينه كيبنن. صافي وزدت عليه الرز بسمتي يكون مسلوق، ما يكونش مسلوق بزاف، يكون مسلوق ولكن باقي شاد راسو. صافي هادشي كامل خلطته مزيان 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 مع ديك العطريه وكلشي اللي شفتي. صافي اصلا الدجاج كان عندي بايت في العطريه من قبل، شديته كان بيت عندي معطر بالمعدنوس بكل شيء. المهم التشرميله ديال الدجاج تكون هي هذيك اللي كنشرملو الدجاج، راكم كلكم كتعرفوا التشرميله ديال الدجاج، بيتو في التشرميله ديال الدجاج. صافي اللي غدت ليه كيف ما كتشوفي من بعد ما صايبت له ديك العماره ديالو، شديته تقبته مزيان بعدا في الليل باش تدخل فيه ديك العطريه. صافي كما قلت لكم في الصباح كما قلت لك دابا كنشرح لك يا ربي تشوفي الفيديو دابا حيت كنشرحها على قبلك. فلا غدت ليه صافي شديته وعمرته بديك العماره اللي شفتي. صافي عمرته مزيان من جنيبات من كل شيء، صافي تعمر مزيان. وديك الساعه شديته وخليته واحد شويه واحد نص ساعه. صافي شديته وحطيته في بابي كويسون. من بعد ما حطيته في بابي كويسون كيقولوا له ياك ديال الفران هذاك، شديته لويت كل وحده بوحدها وحطيته في قصديره، خويت عليه كويس ديال الماء صغير. صافي دخلته للفران يطيب على خاطره. من بعد ما كيطيب انت باش كتعرفيه طايب ملي كتجبديه من الفران وكتقلبيه بالفرشات ولا هذا كتلقيه ما خرجش منه لا ما لا والو، كتلقيه ناشف. صافي ديك الساعه راه كيكون طاب
وكيكون هو هذاك صافي. اصلا راهي بالوقت راه تعرفيه واش طاب ولا لا. صافي من بعد منها شديتو دهنتو بالزبده، ومن بعد ما خرجتو من الفران شديتو دهنتو بالزبده والهريسه وشويه ديال الزيت، شويه باش نخلطوا ديك المكونات. صافي المكونات انا بعدا كيقتلني الشرح ديالي وحق الله. صافي شديتو دهنت كل فراج بوحديتو وستفتهم في القصديره ودخلتهم الفران وخليتهم تتحمروا على خاطرهم. من بعد شديت هاد الرويزه اللي بقات ليا درتها تفور، راه زدت الروز، ما كانش غير هذاك، زدت الروز وشرملته حتى هو. صافي شديت ديك الروز ودرتو يتفور مع ديك العطريه وداك الشيء. صافي هو اللي حطيته في الجناب وكتفني هكا. دازت التعارف ديال اختي صراحه دازت ليله زوينه. عارفه غفلتكم هذا الخبر وكنت باغا نبارطاجي معكم. شحال هادي زعما كنت باغا نبارطاجي معكم التعارف ديال اختي. الليله دازت صراحه زوينه وداك الشيء، ولكن يعني حاجه كتجيب ديك الحاجه، حاجه كتجيب ديك الحاجه. ولكن انا في هذا الفيديو هذا ماشي هذا الخبر اللي بغيت زعما تعرفوه ولا لا، انا قربتكم بزاف من واحد الحاجه. وهاد الهدايا اللي جاب لي راجلي ولا هادشي كامل اللي شفتو راه بسبب واحد الخبر اللي قريب ان شاء الله نبارطاجيه معكم. وان شاء الله قريب غنبارطاجي معكم بزاف ديال التفاصيل، بزاف ديال الحوايج، شي حاجه اللي كبيره بزاف في حياتي كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو. فان شاء الله في القريب. وبالنسبه لاختي فهي غادي تبارطاجي معكم داكشي ديالها ان شاء الله الخطوبه الكبيره. المهم داكشي كامل صراحه كلشي داز زوين، كلشي داز الحمد لله على ما يرام. واخا وقعوا مشاكل واخا المهم داكشي انا ما كيخصنيش كيخصها هي. فانا غادي نقول الحاجه الزوينه غير الحاجه الايجابيه، ما يمكنليش انا ندخل في شي حاجه ديال اللي انا ما عندي فيها حتى شي دخل، ما عندي فيها حتى شي زعما ما كتعنينيش، فهمتوني. فهاد الشيء اللي كاين فلا قلت غنقول شي حاجه زوينه ولا غادي نسكت. يعني لا غنقول لكم انا غير الايجابي، غير الحاجه الزوينه، غير الحاجه اللي غادي تفرح، الحاجه اللي شي حاجه اللي كتفرح القلب من الداخل. فهذاك الشيء اللي غادي نقدر نقول لكم انا، ماشي حاجه اللي وحده اخرى. فبالنسبه للمشاكل ولا هذا فهذاك الشيء زعما باختيارها هي ولا كيخصها هي، حيت حياتها الشخصيه هذيك ماشي حياتي انا. فانا كنقول شي حاجه اللي خاصه بيا وشي حاجه اللي خاصه زعما بناس اخرين. ما نقدرش ندخل في التفاصيل ديال حياتها الشخصيه ولا هذا، فما عنديش الحق. ولكن غنبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج زوينين ايجابيين، بزاف ديال الفرحه، بزاف كيف ما كنقول لكم. يعني انا قررت في حياتي نبارطاجي معكم غير الحاجه الزوينه والحاجه اللي كتفرحني والحاجه اللي زعما كنشوفها سبيسيال وشي حاجه اللي غتفرحوا معايا. انا باش كنقولها لكم فهاد الشيء اللي كاين فهاد الايامات الاخرى اللي غبرت عليكم وما بقيتش كنصور لكم، ما بقيت كنحط والو. يعني غبرت واحد المده اللي طويله بزاف، واول مره صراحه نغبر بحال هكا. يعني ما مولفه كنغبر ولكن ماشي لهاد الدرجه هذه. يعني كنغبر وكنولي نرجع، ولكن هاد المره هذه غبرت بزاف ديال الاسباب، ولكن الحمد لله كلهم زوينين اسباب زوينين واسباب اللي قريب كلشي تعرفوه. كنهضر على حياتي الخاصه كنهضرش على شي واحد اخر، فكنهضر على راسي. كلشي غادي تعرفوه ان شاء الله بالتفاصيل بكل شيء ديالو. وصافي ما نطولش عليكم الفيديو اكثر من هكا. كنبغيكم بزاف. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه واحده اخرى قبل ما يسالي الفيديو. بغيت نقول لكم شكرا بزاف حيت كتفرحوا معايا لاي حاجه كنفرح بها. شكرا لكم بزاف حيت قلبكم زوين. وعرفتوا راه ما يمكنش شحال كنكون فرحانه اكثر فاش كنكون جايه نبارطاجي معكم شي حاجه اللي انا فرحاني. كنكون عارفه بانها تنتوما غادي تعجبكم، تنتوما غادي تفرحكم. عرفتي راه بزاف والله. وهذا الشيء دابا اللي كنبارطاجي معكم دابا كان ضمن المفاجآت وكل شيء، ماشي زعما الورد ولا لا كان داك النهار عاوتاني سوى فيه واحد الحاجه زوينه. المهم ما غاديش نحرق لكم المراحل. كتعرفكم كتسولوني بزاف ديال الاسئله، بزاف ديال الحوايج خصني نجاوبكم عليهم ان شاء الله. غادي نولي قريبه لكم في الفيديوهات الجايين. عارفه كاين بعض التساؤلات وبعض الحوايج اللي خاصني نجاوبكم عليهم، خاصني ندير لهم فيديو خاص بهم باش نجاوبكم على اي حاجه. فيديو خاص بالاجابه على الاسئله ديالكم ان شاء الله تا هو غادي يكون. وصافي كنتمنى يكون عجبكم الفيديو
وتكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه. وشكرا بزاف بزاف على حبكم، والله يفرحكم حتى نتوما ويعطيكم جميع ما كتمناو. وصافي البنات كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استمتعتوا معايا، ونتلاقاو في الفيديوهات الجايين اللي ان شاء الله يكونوا احسن من هذا. كنبغيكم بزاف بزاف. السلام عليكم.